what's the central part of your training? Is it running? Is it sparring? Or? Central part is dodging the nightclubs and the parties and the girls. You want the truth? And being in the bed by yourself at 9 o'clock at night. If you can get by that, you'll make it. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ من فترة كده جيرفونتا ديفيز الملقب بتانك اتحدى جيك بول عشان ياخد الصقر لمايك تايسون. Is Jake Paul someone you'd want to take on at one point? Yeah, tell him this is my call out. Jake Paul, what up? What up, Jake Paul? كلنا عارفين ان جيك بول بيحب مايك تايسون، وناس كتيرة بتشبهه اصلا بان هو مايك تايسون النسخة المصغرة او مايك تايسون الوزن الخفيف. فجيك بول قبل التحدي وبتحدد ميعاد النزال اللي ما بينهم. الموضوع كان بجد عامل ضجة كبيرة جدا لجمهور الملاكمة، وكان الناس كلها مستنياه حرفيا. الموضوع كان جايب رد فعل كبير جدا من الجمهور، منهم اللي عاجبه الموضوع وشايف ان تانك هيمسك جيك بول يموته، وناس ثانية كانت بتقول لا وازاي، وفي فرق كبير في الوزن والطول ما بينهم هما الاثنين. ايا كان الموضوع كان عامل ضجه كبيره، وميعاد النزال كان بعد اسبوعين تقريبا من ميعاد نزول الفيديو دلوقتي. بس فجاه من يومين ثلاثه كده وبدون سابق انذار، في ناس كتيره جدا قالت ان جيرفونتا ديفيز مش هيلعب الماتش. هل الكلام ده حقيقي ولا لا؟ او لو هو مش هيلعب فعلا، ايه السبب ده اصلا؟ هل هو بقى جبان او مش عايز يواجه جيك بول بسبب فعلا الفرق اللي ما بينهم الكبير جدا في الوزن والطول؟ ولو هو مش هيلعب، طب مين البديل بتاعه اللي هيلعب ضد جيك بول؟ لان ما ينفعش الماتش او الحدث يتلغي دلوقتي بعد ما كل الناس دي منتظراه، وما بين وبرده الشركات اللي هي الراعيه للماتش بعد ما صرفت الفلوس دي كلها، ونتفليكس طبعا صرفت فلوس كتيره جدا كاعلانات للموضوع. مش هينفع ماتش يتلغي دلوقتي خالص بعد كل الفلوس اللي اتصرفت دي. فيا ترى مين البديل بتاعه؟ ليه جيرفونتا ديفيز الفتره الاخيره حرفيا يا جماعه المسيره الاحترافيه بتاعته بقت نازله الارض؟ كل ده واكتر هنعرفه في الفيديو. فقبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه، ويلا بينا نبدا الفيديو. بص، هو من ناحيه هو هيلعب ولا لا فاحنا لسه مش متاكدين، بس هو بنسبه كبيره جدا فعلا للاسف يا صديقي للاسف جيرفونتا ديفيز او تانك مش هيلعب الماتش. والسبب هو قضيه مرفوعه من حبيبته السابقه، ومضمون القضيه او الحاجه اللي هي رفعها او حجتها في القضيه ان جيرفونتا ديفيز عمال يراقبها وماشي وراها في كل الشوارع، وبيروح مكان عملها وبيروح المكان اللي هي بتشتغل فيه ومراقبها على الدوام 24 ساعه حرفيا. واللي زود الموضوع اكتر وسبب رفع القضيه اصلا عليه ان هو اتهجم عليها في مكان الشغل بتاعها، بس المكان ده ما كانش فيه كاميرات، عشان كده مفيش دليل. ودي حاجه تفرحنا ان مفيش دليل قوي يثبت اصلا ان جيرفونتا عمل كده، واحتمال كبير يلعب الماتش. ولكن فجاه صديقي حبيبته السابقه بتعمل حاجه بتقوي موقفها في القضيه جدا جدا جدا، وهي ان هي جابت شهاده من اطباء نفسيين مختلفين، وكلهم قالوا نفس الشهاده ان هي جاي لها اضطراب ما بعد الصدمه بسبب الهجوم اللي تهجموا عليها جيرفونتا ديفيز في مكان الشغل، وان هي مش بتنام بقالها كذا يوم بسبب الموضوع ده، والموضوع عامل لها اضطرابات نفسيه كتيره جدا. وفي حاجه كمان يا صديقي لازم نحطها كلنا في الحسبان، ان ده مش اول احتكاك يحصل ما بين جيرفونتا ديفيز وما بين الشرطه، وليه كذا فيديو منتشر على الانترنت والشرطه بتعامله بخشونه جدا وهم بيقبضوا عليه وبيلبسوه كلبشات. What's your first name? What's your first name? We can't just say that she's just with somebody. We have a duty to make sure that she's with the right people. I just said somebody in there. Y'all cannot walk into my house. No, y'all can. No, y'all cannot. No, y'all cannot. Okay. So what we're gonna do, what we're gonna do is going to end up calling Child Protective Services, and Child Protective Services will come out here. And Child Protective Services will take custody of the kid. I just said somebody. Who's he? ده معناه ان الشرطه مش بتحبه اصلا. وصدقني في امريكا الشغل شغل في كل حاجه، يعني مش عشان هو ملاكم ومشهور وجامد وغني وكل الكلام ده يقدر ان هو يعمل حاجه زي كده وتعدي مرور الكرام على الشرطه او المحكمه. لا خالص يا صديقي. انا عايز اقول لك اصلا ان تيرنس كراوفورد اللي هو ملاكم خلوق جدا ومحترم وما بيعملش اي حاجه حرفيا بره الحلبه، وعملنا فيديو عنه بالمناسبه، لو ما شفتوش ارجع شوفه، كان هيتقبض عليه يا صديقي بسبب القياده المتهوره. دي حاجه غير متوقعه تماما منه، ناس كتير مش مصدقاها، وهو بالفعل ما اتقبضش عليه ولا حاجه. بس انا عايز اقول لك ان الشرطه هناك مشدده جدا على كله، والشغل شغل فعلا في امريكا. وما تنساش ان الاثنين اصلا اللي هم تيرنس كراوفورد وجيرفونتا ديفيز من اصحاب البشره السمراء. وصدقني يا صديقي انت ما تقوليش احنا في 2025 وزمن العنصريه انتهى ومش عارف ايه وكل الكلام ده، لان صدقني مهما مرت الوقت ومر الزمن وكل الكلام ده هيفضل في عنصريه على السود في امريكا. وما يغركش الكلام اللي هو
احنا شعب راقي وشعب متقدم وكل الكلام ده. امريكا يفضل فيها عنصريه ضد السود للابد. طيب دي كانت قصه القضيه معانا يا صديقي، وهنخش على الحاجه اللي بعديها، البديل بقى بتاع جيرفونتا ديفيز اللي هيلاعب جيك بول في الماتش. لان زي ما قلنا بعد كل الفلوس والاعلانات اللي اتعملت للنزال دي، ما ينفعش اصلا ان الحدث يتلغي بكل سهوله كده. ده مش بعيد جيرفونتا ديفيز يدفع غرامه اصلا للشركات وكل الكلام ده، لان هو بيبقى ماضي عقود مع الشركه ونتفليكس والشركه النقله والشركه الراعيه وكل الكلام ده. طيب احنا هنقول ان في اسوأ الحالات جيرفونتا ديفيز مش هيلعب والقضيه فعلا حبيبته السابقه هتكسبها. طب ايه اللي هيحصل بعد كده يا صديقي؟ البديل بتاعه في كذا حد مرشح لان هو يكون البديل بتاعه، بس هم بعتوا الناس عشوائيه جدا جدا. يعني بعتوا رايان جارسيا ووحش الوزن الثقيل انتوني جوشوا، وبعتوا برضو للاسطوره فلويد مايوزر. بس الاقرب يا صديقي للنزال وان هو هيلاعب جيك بول هو ملك السرعه صديقي رايان جارسيا. عارفين رايان جارسيا هو اقرب الناس في كمفاوضات وكده، وبرضه هو اختيار هيبقى كويس لان هو قريب لجيرفونتا ديفيز في الوزن وكده، وهم ليهم نفس الجمهور تقريبا لان هم بيلعبوا في نفس الفئه الوزنيه ولعبوا بعض قبل كده. فاللي هيبقى جاي يتفرج على جيرفونتا ديفيز هيشوف طب هو رايان جارسيا هيتصرف ازاي ضد جيك بول بسبب المقارنات اللي ما بينه وبين جيرفونتا ديفيز طول الوقت. طيب يا صديقي لو ما نجحش Sign the contract. Fuck your contract. No, sign the contract. Oscar's your daddy. Yeah. Oscar's your daddy. I'm your daddy. Oscar's your daddy. And I'm your daddy. Yeah, talk to Oscar, bro. I'm your daddy. Sign the contract. You're not a professional fighter. I'm the king of social media. That's great, but you're not a fighter. I'm the king of social media. And don't get your hands on me either. You're trying to do what I did. Bitch ass. Bitch ass. Let's go. Bitch ass. Pull it up in your little rental. What's your shit? Pull it up in your little rental, bro. طيب يا صديقي لو ما نجحتش المفاوضات اللي ما بين الشركات الراعيه ورايان جارسيا، مين البديل اللي بعد كده؟ حرفيا انتوني جوشوا. ساعتها يا صديقي صدقني جيك بول هيبقى في وش المدفع حرفيا، لان جيك بول كان مجهز نفسه ان هو هيلاعب واحد اقصر واصغر في الحجم واقل في الوزن وكل حاجه، فهو يوم حتى مهما اتضرب هو مش هيحصل له حاجه، فاهم؟ يعني ضربته مش ضربه جيرفونتا ديفيز مش بالقوه اللي تاثر على جيك بول قوي، ولكن فجاه هيلاقي نفسه بيلاعب واحد من الوزن الثقيل، وحش ودبابه بشريه حرفيا. فاكيد جيك بول مش عايز ده يحصل ابدا. بس لحد دلوقتي كله كلام، وبصراحه هتسالني انا كجاكوار انا نفسي جدا جدا ان جيرفونتا ديفيز يلعب، لان انا كنت من الناس اللي مستنيه الماتش ده. فيعني نتمنى ان هم يسيبوه يلعب الماتش، حتى لو القضيه كسبت يسيبوه يلعب الماتش. هنخش بقى يا صديقي هنا على الجزء الاخير معانا في الفيديو، هو ليه اصلا يعني جيرفونتا ديفيز ايه اللي وصله لكده، وتحس ان هو اخر فتره يعني مسيرته بقت نازله تحت جدا جدا تحت الارض حرفيا. حرفيا يا صديقي دي من اسرع السقطات اللي شفتها لشخص رياضي او نجم رياضي صاعد، لان هو يعتبر لسه صاعد فعلا وعنده موهبه تخليه يتحط بين اساطير العصر الحديث، ده لو ما كانش يتحط ضمن اساطير الملاكمه اصلا في التاريخ كله. بص انا ما اقدرش اجيب لك السبب بالظبط لان انا ما اعرفوش معرفه شخصيه يعني قوي، بس السبب المؤكد يا صديقي برضو هو سبب القضيه المرفوعه، وهو السيدات يا صديقي. حرفيا موضوع البنات وموضوع الارتباط وكده بيوقع اكتر الناس الموهوبين اللي شفتهم، يخليه مشتت جدا ومش عارف يركز في حاجه، وعقله مش فيه وعقله مش في الحاجه اللي هو عايز يعملها. حرفيا يا صديقي التشتيت بيكون ألف في المرحله دي، بالذات بعد الانفصال بيبقى الواحد معرفش اوصف لك الحاله دي، لان انا صديقي عمري ما اتعاملت مع الجنس الاخر، انا رجل كهف، بس انا ما اقدرش اوصف لك، بس هي بيقولوا ان هي حاجه وحشه، ان شاء الله ما نجربهاش ولا انا ولا انت يا صديقي. بس صدقني دي مش حجه، وعارفين ان هي حاجه صعبه وكل الكلام ده، بس دي مش حجه، لان على الجانب الاخر ابطال زي إيليا توبوريا ديمتري بيفول هما الاثنين حصل لهم انفصال من قريب، وحرفيا مستواهم ارتفع ما نزلش بعد الحادثه دي. وممكن اجيب لك الاف الرياضيين حرفيا اللي حصل معاهم الموضوع ده ومستواهم عادي، بل العكس ان هم مستواهم اتطور اصلا بعد اللي حصل ده. هو ده السبب الاقرب يا صديقي، واللي انا استشفيته من ذكائي الخارق، ومعرفش في حاجه تانية ورا الكواليس ولا لا بتحصل لجيرفونتا ديفيز. وحرفيا اكتر واحد علمنا على الموضوع ده والانضباط بره الحلبه هو محمد علي رحمه الله عليه. كان دايما في كل لقاءاته الصحفيه وكل حاجه بيقول ان اشد جزء واصعب جزء من التمرين بتاعه مش السبارنج ومش الجري مش كل الكلام ده، حرفيا اصعب جزء في التمرين هو ان محمد علي او الشخص الرياضي عامه يبقى في السرير الساعه 9، يتجنب كل المشتتات من جميع الانواع بتاعتها. What's the central part of your training? Is it running? Is it sparring? Or? Central part is dodging the nightclubs and the parties and the girls. You want the truth? And being in the bed
by yourself at 9 o'clock at night. If you can get by that, you'll make it. بس كده يا صديقي، للاسف تكون خلصت حلقتنا النهارده. قبل ما تقفل الفيديو يا ريت تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو، لان في فيديوهات كتيره حلوه جايه. والفيديو اللي جاي يا صديقي هيكون مهم جدا عن الحدث اللي هيحصل في البيت الابيض في امريكا، وازاي حمزه شمايف احتمال كبير جدا جدا ان هو يلعب جون جونز. فاشترك عشان الفيديو ده قريب جدا هينزل بكره او بعده، مش عارف امتى بالظبط. وبس كده، سلام.